دلوقتي حضرتك انت عامل قناة جديدة، والقناة الجديدة دي انت عايز بعد فضل الله تبنيها بطريقة ناجحة. هقول لك النهاردة على خطة اسمها خطة ال90 يوم او خطة ال3 شهور. الخطة دي بأمر الله انت هتعملها في قناتك، وانا بضمن لك ان انت هتنجح فيها لا محالة. اولا الخطة دي مبنية عن تجارب، وانا شخصيا جربتها في القناة اللي بكلمك فيها دلوقتي دي، وبعد فضل الله الاحصائيات عندي اتضبلت ممكن نقول 5 اضعاف، اللهم لك الحمد طبعا بعد توفيق ربنا. الخطة دي حضرتك هتكون مبنية على اسس انا شخصيا مجربها زي ما قلت لك، ويلا نبتدي عشان ما اكونش برغي كتير. اول حاجه حضرتك هرجع واقولها لك زي ما قلتها لك في اكتر من 60 حلقه، تخصص في المحتوى. التخصص حاجه من الحاجات المهمه. يعني انت في بدايتك على قناه، او لو انت حتى ابتديت على قناه وللاسف نزلت محتوى متنوع، انت كده فعلا بتضيع وقتك. لو هتتكلم على الكوره ما تغيرش الكوره، لو هتتكلم على الطب ما تغيرش الطب، لو هتتكلم على الجيمنج ما تغيرش الجيمنج، لو هتتكلم على الطبخ ما تغيرش الطبخ، وهكذا. يبقى اول حاجه التخصص. تاني حاجه نفكنا طبعا من تبادل الاشتراكات، ابعد عن الكلام ده تماما، ابعد عن الحاجات الغير شرعيه تماما، عشان قناتك يوتيوب يبتدي يسوقها لك بالطريقه الصحيحه. لان يوتيوب لما بيلاقي قناه شغاله بطرق مش تمام بيعمل لها سبام او بيلغيها من الاقتراحات تماما. في البدايه التخصص، نبعد عن الحاجات اللي مش تمام. ثالث نقطه اهتم بقوائم التشغيل في قناتك. انت مثلا لو دخلت في القناه بتاعتي هتلاقي قوائم تشغيل لاي حاجه انت عايزها. انت مثلا عايز حاجه لبويا ام 1 مايكات معينه هتلاقيها ليها قائمه تشغيل، انشاء قناه ناجحه هتلاقي ليها قائمه تشغيل، مش عارف ايه هتلاقي ليها قائمه تشغيل، جوجل ادسنس ليه قائمه تشغيل، تحقيق الربح من اليوتيوب ليه قائمه تشغيل، وهكذا. لازم تعمل قوائم تشغيل في قناتك. دي كانت اسس وقواعد هامه جدا. طبعا لازم تطلع اضاءه كويسه، كنا شرحنا في الحلقه اللي ظهرت قدامك دي. لازم تطلع صوت احترافي، كنا برضو شرحنا في الحلقه اللي ظهرت قدامك دي. فانت كده الاساس بتاعك صح. ايه بقى خطه ال90 يوم دي؟ بص حضرتك، انت هتقسم ال90 يوم ل3 شهور، والشهر الواحد هتقسمه ل4 اسابيع. يبقى احنا كده معانا كام اسبوع؟ 12 اسبوع. فكل اسبوع هتحدد ايام معينه للنشر. لو انت الفيديوهات بتاعتك منتجها خفيف زي فيديوهاتي هتنشر بشكل يومي. يعني في الاسبوع هتديني 7 حلقات، في الشهر يبقى 21 حلقه. في ال3 شهور تقريبا بنلعب اضرب 3 في 21، معلش بس انا ضعيف في الحساب، تقريبا بتلعب لها في رينج 63 ل 65 حلقه في ال3 شهور. طب لو انت ضبلتها اضرب الاحصائيات اللي هتجيلك في 2. طب انا يا محمد فيديوهاتي منتجها صعب ومتعب، يبقى تديني حلقتين او حلقه في الاسبوع، وتبقى متفق مع المشاهدين في كل حلقه يا جدعان والله انا كل يوم كذا بنزل الساعه كذا. يبقى انت لو انت هتنزل حلقه في الاسبوع يبقى 4 في الشهر. ولو اني ما افضلش النقطه دي نهائي، خلي حلقتين في الاسبوع على الاقل. لو الفيديو بتاعك منتجه صعب جدا، هنقول بياخد منك 15 ساعه مونتاج مثلا، لو انت كل يوم منتجت فيه 4 ساعات هتعمل حلقه في 3 ايام. تمام. فهنقول ان انت بتدينا حلقتين في الاسبوع، وانا افضل كده الصراحه. يعني انت مثلا خلي حلقاتك كل 3 وخميس الساعه 8 بالليل، يبقى كده حلقتين في الاسبوع. في الشهر يبقوا كام حلقه؟ احنا قلنا 4 اسابيع، يبقى في الشهر 8 حلقات، في ال3 شهور 24 حلقه. طبعا في حاله ان فيديوهاتك منتجها جبار، منتجها قوي قوي. النصيحه الاهم ابعد عن الفيديوهات القصيره لو انت عايز فعلا قناتك تنجح صح. وقلت في اكتر من فيديو يا جماعه بلاش الفيديوهات القصيره، لان المشاهدين اللي بيجوا منها بيبقوا مش متفاعلين، وبيبقوا سنهم صغير، وحتى الارباح لو انت جيت بامر الله فعلت القناه، الارباح اللي بتيجي في الفيديوهات القصيره مش احسن حاجه. فخلي ارباحك في الفيديوهات الكبيره، وخلي الفيديو الكبير طويل على قد ما تقدر، فوق ال8 دقائق. لو حاولت توصل الفيديو فوق ال8 دقائق مفيش مشكله، هتقدر تحط اعلانات في الفيديو براحتك، وهتقدر تاخد عليه فلوس كويسه. طبعا ما تبقاش رغاي وما تقعدش تهري في المهري، لا انت حاول على قد ما تقدر كتر في المعلومات اللي بتديها في الفيديو للمشاهد، عشان انت تستفاد والمشاهد برضه يستفاد. الخطه دي هرجع واقول لك مجربه، وعشان ابقى صادق في الكلام انا حضرتك ببساطه شديده الخطه دي مشيتها في القناه دي، وزي ما انت ما شايف احنا بعد فضل الله منزلين اكتر من 220 حلقه، وده يعتبر في 3 شهور. فانت تقريبا لو جيت تحسبها هتلاقي ان احنا تقريبا بنرفع اكتر من 90 فيديو في الشهر، يعني بمعدل 3 فيديوهات في اليوم. فخطه ال90 يوم دي لو انت التزمت عليها انا بضمن لك النجاح والله بامانه، مش على حاجه. فانت كده ماشي باساس صح، كلامك صح، طريقتك في تقديم المحتوى صح، صورتك المصغره صح. ولو انت مش بتعرف تعمل صوره مصغره، في الحلقه اللي ظهرت قدامك دي علمتك ازاي تعمل صوره مصغره بعد فضل الله. وعامل الخطه دي بنسبه كبيره، انت بعد 3 شهور تقريبا انت هتلاقي تحسن ممكن نقول 2000% بعد فضل الله. شكرا كتير لكم، كان معاكم محمد علاء، المرجع الاول لمنشئ المحتوى. لو فدتك حتى ولو بمعلومه بسيطه اعمل سبسكرايب ولايك وصلي على النبي. السلام عليكم.